الفنان زين العشماوي حب قراءة الأدب العالمي وأتقن 5 لغات. قدم أدوار الشر ببراعة كبيرة وحبوا الناس فيها. يلا نبدأ ونعرف التفاصيل في الفيديو، خليكم معانا. نبدأ بحياته الشخصية. فاتجوز الفنان زين العشماوي من المطربة الشهيرة حورية حسن. كانوا بيلقبوها بالمطربة الطائرة بسبب سفرها لعدد كبير من الدول العربية لإحياء الحفلات هناك. رزق الفنان زين العشماوي من زوجته المطربة حورية ببنت واحدة وهي حنان، وبعد سنوات قليلة جدا من الزواج انفصلوا عن بعض عشان يتجوز للمرة التانية من الممثلة فتحية عبد الغني. اختفى الفنان زين العشماوي لمدة 4 سنين من سنة 70 لسنة 74، وده بسبب سفره لليبيا، واشتغل هناك مدرس للتمثيل الصامت في معهد جمال الدين الميدادي، وبعدها اشتغل في أكاديمية الفنون في ليبيا، وبعدها سافر لإنجلترا عشان يرجع لمصر سنة 74. اشتغل في مسرحية قدام الفنانة وردة الجزائرية. بعد عودة الفنان زين العشماوي لمصر قدم عدة أعمال، لكن كان أبرزها مسرحية تمر حنة قدام الفنانة وردة الجزائرية، وأخرج مجموعة كبيرة من المسرحيات منها تمن الحرية. بنته هاجرت للندن وعاشت هناك. الفنان زين العشماوي عنده بنت وحيدة وهي حنان. هاجرت بنته مع زوجها للندن وبتعيش هناك هي وأسرتها. قبل دخوله لعالم الفن عشق الفنان زين العشماوي لعبة كرة السلة، ولكن حبه للفن كان أكبر بكتير من هوايته دي، واشتهر برضه بملابسه الشيك وإنه كان عاشق للأناقة. اتولد الفنان زين العشماوي في حي السيدة زينب يوم 8 مايو سنة 1934. بينتمي الفنان زين العشماوي لعيلة بتعشق الفن. التحق الفنان زين العشماوي بكلية التجارة في البداية، ولكن سابها عشان يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عشان يتجه للتمثيل مباشرة. اتعلم فن الإلقاء والتمثيل على يد الراحل عدلي كاسب. بداية الفنان زين العشماوي كانت من خلال المسرح، فتخرج من معهد الفنون المسرحية واتجه للمسرح مباشرة. التحق بفرقة إسماعيل ياسين وفرقة رمسيس للفنان يوسف وهبي، وقدم معاهم العديد من المسرحيات، وبعدها اشتغل مع فرقة ساعة لقلبك الإذاعية الكوميدية الشهيرة. أول أفلام الفنان زين العشماوي في السينما كانت سنة 1960، ومن خلال فيلم أنا وأمي بطولة الفنان رشدي أباظة وتحية كاريوكا، جسد فيها شخصية اللص الشرير. اشتهر بأدوار الشر، واشتهر بدور ضابط الشرطة في عدد من الأفلام اللي أداه بمنتهى البراعة. أما عن الأعمال التلفزيونية فشارك في مسلسل خيال المآتة مع الفنان عبد الله غيث، واختتم أعماله بمسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش مع الفنانة فردوس عبد الحميد سنة 89. عانى الفنان زين العشماوي في آخر حياته من مرض القلب، وفي النهاية أصيب بأزمة قلبية توفي على إثرها عشان يرحل عن عالمنا سنة 1991 عن عمر ناهز 57 عام. خلص الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.